السلام عليكم. اليوم جينا نستفدوا من هذه القافلة الطبية اللي قدمتها لنا جمعية خذ بيدي لمرضى السرطان برئاسة الأخت فاطمة الزهراء، واللي كنشكروها بزاف من هذا المنبر. وفي الحقيقة هما ديما كيساعدونا، كيقدموا لنا يد المساعدة، منها مثلا قفة رمضان، منها كنستافدوا من الأدوية اللي كتدوم علينا. مثلا كاين اللي كتدوم ليه 6 شهور، كاين اللي كيعطيه الأدوية ديال العام. مشكورين، كنقدموا لهم كل الشكر. واليوم جينا باش نستافدوا من القافله الطبيه اللي فيها اطباء متخصصين في امراض نسائيه كامراض السرطانات ديال الثدي وديال هذا ديال الرحم. كنقدموا لهم الشكر الجزيل. في حقيقه هاد الناس خدامين وواقفين على قدم وساق في هذا الموضوع، كيعاونوا النساء المريضات، يعني كيهزوا عليهم واحد الحمل ثقيل بزاف، كيوفروا لهم بزاف ديال الحوايج. نشكر جمعيه خذ بيدي، جابونا على اساس كنجمع الوالده عندها سرطان، كنستافدوا من الدواء. ودابا حاليا جابوا لنا الاطباء ديال الناس اللي كيدوزوا الحاملات، وانا حامله جيت عندهم باش ندوز. كنشكر الجمعيه ديال عين حروده كامله، الناس اللي وقفوا معنا، اللي كيوقفوا معنا في الدواء، واللي في كل شيء اي حاجه بغيناها كيوقفوا معنا فيها. كنشكرهم بزاف. السلام عليكم، معكم فاطمه الزهراء الرامي، رئيسه جمعيه خذ بيدي مرضى السرطان. اليوم نظمنا واحد القافله طبيه بالتنسيق مع جمعيه الامل بالمحمديه ووزاره مندوبيه الصحه والمبادره الوطنيه التنميه البشريه. وكان داكشي في المستوى، وكانوا الناس عندنا 200 امراه اللي غادا تدوز ان شاء الله. وهذه القافله على حساب الكشف المبكر على الثدي وعنق الرحم ان شاء الله والنساء الحوامل. وكنشكروا هاد الناس اللي جاوا عندنا. وهاد القافله كنتمنى يكونوا قوافل اخرى ان شاء الله، وغيكونوا قوافل اخرى ان شاء الله. وكان استفدوا منها النساء ديال عين حروده، واستفدوا منها النساء ديال الشلالات، والحمد لله كل شيء غادي مزيان. وكنتمناو وكالشكر الخاص لجماعه عين حروده والسلطات المحليه كيوقفوا معنا وحتى هما كيعاونونا. وشكرا ودار الشباب، وكنشكروا السي الباهي ديما كيكون معنا. وشكرا لزناتا 24، وشكرا للاخت مجيده. بوسعودي لطيفه، اونسيان في لا سونتي بوبليك، وانا مع جمعيه الامال للكشف المبكر على مرض سرطان الثدي والرحم. وحنا هذه القافلات اللي كنديروا اولا للتذكير، ثانيا باش نقصوا من حده المرض اللي منتشر، وكنبغيو باش النساء كلهم يكونوا على علم من هذا المرض، ونوريوهم كيفاش يقدروا يكتشفوا بوحدهم، وكنعطيهم معلومات ونعطيهم كيفاش يقدروا هما بوحدهم يقلبوا عليه. وهذا المرض هذا حنا كنسموه المرض الصامت. علاش حنا كنديروا هاد القافله؟ يعني باش نكونوا متقربين من المراه، وباش كنعطيوها معلومات، وباش كنفكروها مزيان بان هذا المرض حنا كنسموه صامت، لان ما كيعطي لا الام لا حريق لا والو. وكنقول لهم اي حاجه حسيتوا بها، ورم، شي حاجه منفوخه، شي حاجه ماشي طبيعيه في بالزوله، اول ما تديروا تشوفوا الطبيب ديالكم. ثانيا بالنسبه للرحم، اي حاجه خرجت منكم ماشي طبيعيه تستشر مع الطبيب ولو ما يكونش الالم. يعني ما نتسناوش يكون الالم ما عمره ما تيجي في بدايه المرض ديال هاد السرطانات. والحمد لله لقينا نساء صاغيات كيسمعوا كيتبعوا، ولحد الساعه ما لقيناش شي حالات اللي خطيره، وحنا متبعينهم. الا كانت شي حاجه كنتبعوهم حتى لاخر مرحله من العلاج، ماشي كنطلقوهم ملي كنديروا الكشف المبكر، ماشي كنصيفطوهم في حالهم، بالعكس كنتبعوهم. اللي عندها لام ولا هذا رحنا كنتبعوا معها، اللي ما عندهاش كنقبطوا لها بيدها وكنعاونوها ماديا ومعنويا، اللي حتى كتوقف على رجلاتها وتكون المسائل كلها في احسن ما يرام. وكنطلبوا ربي يتقبل منا هذه الحسنات وهذه الخدمه لنا ولجميع المسلمين. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشرى الزهر، الكاتبه العامه لجمعيه الامل لمرضى السرطان بالمحمديه. المهم المبادره ديال اليوم هي قافله طبيه لكشف مبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، التي تنظم بشراكه مع المبادره الوطنيه
التنميه البشريه ومع المندوبيه الصحه منذوبيه الصحه بعملات المحمديه وجمعيه خذ بيدي. هاد المبادره جات في اطار خصوصا من بعد توافد واحد المجموعه ديال النساء على المراكز الصحيه، وان الاصابه ارتفاع عدد الاصابات بسرطان الثدي وعنق الرحم. فكانت هذه المبادره الاساس منها والهدف منها هو اولا تقريب الخدمه الى النساء بجماعه عين حروده، ثم الهدف الثاني هو استكشاف الحالات في مبكره، الاستكشاف المبكر للحالات والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم. الانشطه التي تنظم في هذه القافله هي اولا الكشف السريري عن الثدي وعنق الرحم، ثم الكشف التشخيص الاشعاعي للثدي، ثم التشخيص بالايكوغرافي للثدي، ثم التشخيص المنظاري لعنق الرحم. فحنايا بهذه الحمله هي ضمن الحملات اللي كتنظمها جمعيه الامل لمرضى السرطان بتراب عملات المحمديه، واللي من خلالها كنحاولوا نتعرفوا على الاصابه والاشتباه. ان الا كانت نساء نحاولوا النساء نشوفوا لك الاشتباه في سرطان الثدي، ونحاولوا يكون واحد التدخل، اولا يكون تدخل وقائي ثم تدخل علاجي مبكر. الفئه المستفيده هذا اليوم كان عندنا فئه مستفيده داخلين فيها حتى الحوامل، لان في المسار ديال جمعيه الامل انها عرفت ان توافد بعض النساء اللي مصابات بسرطان الثدي وهما حوامل، مما كيشكل واحد الخطر على صحه المراه ثم على صحه الطفل. فاحنا وكذلك بعض النساء اللي كانوا كيكونوا يلاه ولدوا، فكنحاولوا نشوفوا لا تكون شي اصابه بسرطان الثدي. فهنا علاش ركزنا في هذه الحمله ماشي من الحملات الاخرى، اننا يتوافدوا علينا حتى النساء اللي حوامل او النساء المرضعات اللي يلاه ولدوا، خصوصا ان هذه القافله كدار بالشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وانها دارت بمناسبه الذكرى 19 لانطلاق المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، واللي واخده الموضوع ديال هاد السنه في الذكرى 19 اللي هو 1000 يوم الاساسيه للطفل. فاحنا حاولنا نركزوا على هذا الجانب للحفاظ على صحه المراه بالدرجه الاولى، وللحفاظ على اولا صحه المراه وكذلك على صحه الطفل. فاللي كاين في هذه القافله كذلك والمثال هو التوعيه والتحسيس. كنحاولوا نوعيوا النساء للوقايه من سرطان الثدي وعنق الرحم، اللي هي مثلا الرضاعه الطبيعيه، مثلا التغذيه الصحيه، ثم يعني التعامل مع الطفل خصوصا في المراحل الاولى، كيفيه التعامل مع الطفل بحيث دحض بعض التمثلات اللي كتدار الاطفال في هذه السنه واللي كتؤدي الى بعض الامراض. فحاولنا اننا نركزوا على الجانب التوعوي والجانب التحسيسي واذكاء الوعي بهذه المسائل كامله، ولكن الاساسي هو تقريب الخدمه لهذه السكينه واستكشاف الحالات في مراحلها المبكره. على المشاهدة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بجديدنا.